اخويا بتخبط عليه في نصاص الليالي والدنيا برد وانا نايمه. اصل الجو برد يا ام سماح، وانا قلت ماليش غيرك في الشارع ده، وقلت اروح اخبط عليك وتيجي تقف معايا تسليني وانا واقف في البرد حتى. ليه يا اخويا؟ هو انت ما عندكش بيت تنام فيه ولا بطانيه تتغطى بيها؟ لا يا ام سماح، انا عندي سرير بروحي بس في نفس الاوضه مع مراتي، بس عندها بتعمل صوت شخير بالليل يصحي الميت، وانا وداني وجعاني ما بقدرش اسمع اصوات مرعبه في الليل، فقلت انزل في الشارع ما لقيتش حد، فرحت لك يا ام سماح نقف مع بعض في الشارع. ايه يا اخويا، انت بتخاف من صوت شخير مراتك؟ اما لو سمعت صوت شخير جوزي جوه هتطلع على الجبل الغربي؟ لا بس مش للدرجه دي يا ام سماح، ده انا بصحى من النوم وانا خايف من صوتها، والعيال بيصحوا بيناموا تحت السرير من كتر الخوف يا ام سماح. طب ما انا يا اخويا العيال بيناموا في الدولاب من كتر الخوف من شخير ابوهم. لا يا ام سماح، مهما كانت الاصوات بتخوف مش زي صوت الشخير، ده انا خدتها ولا خدت الشخير اللي يزور اعوذ بالله منه. ايه يا ماما، مش عارفين ننام من صداع بابا؟ هو كل يوم على الحال ده يعني؟ طب اعمل ايه يا بنتي؟ احنا ما حلتناش غير سريرين، سرير ليكم وسرير لينا، هنبيت في الشارع؟ وماله عم عمر في حاجه؟ عنده نفس الكارثه اللي عندنا، ده مرض اسود في البلد. مش قلتلك يا ام سماح ان انا ما بعرفش انام؟ اديك عشان تصدقي يا ستي. تعالي خشي نام معايا يا ماما عشان انا خايفه قوي. تصبح على خير يا استاذ عمر، انا رايحه انام مع البت علشان خايفه من الصوت. وانت من اهلي يا ام سماح، وانا كمان استحمل وادوس على نفسي واروح اروح. ايه ده يا ماما؟ ده بيشخر ولا بيرجع؟ انا عارفه يا بنتي، يخرب بيته. ارحم امي يا اخي، حرام عليك، يخرب بيتك، مش عارفه انام. اخيرا لقيت نام مفيش خير، ده يوم يتكتب في التاريخ. يا شيخ اموت وريحينا بقى، هو انا حسبتك ولا ايه؟